واش عمرك رجعتي للدار من بعد نهار طويل، سديتي عليك الباب وبقيتي ساكت، بلا تليفون، بلا موسيقى، بلا ناس، غير نتا وراسك، وفجأة حسيتي بشي حاجة غريبة، بحال الشخصية اللي كنتي لابسها طول النهار بدات كطيح. الشخصية ديال الخدمة، الشخصية ديال داك الصديق القوي، الشخصية ديال داك الانسان اللي داير فيها بلي هو بخير. وفاش طاح القناع وبقيتي غير نتا وراسك، هنا بدا الخوف، حيت كاين فرق كبير بين الشخص اللي كيشوفوه الناس والشخص اللي كتعرفو نتا في هاد اللحظات الصامتة. والسؤال اللي غادي يرافقنا في هذه الرحلة كاملة هو: واش الناس كيعرفوك نتا، ولا كيعرفو غير الأقنعة اللي تعلمتي تلبسها؟ تا واحد ما كيتزاد بقناع. الطفل كيغضب ملي كيغضب فعلا، وكيبكي ملي كيتألم، وكيضحك ملي كيفرح. هو ما كيعرفش التمثيل. وهنا كيتدخل العالم الخارجي اللي كيعلمو، كيتقال ليه حبس البكا ملي كيبكي، وملي كيعبر على الغضب ديالو كيتقال ليه عيب، وفاش كيقول الحقيقة كيتعاقب عليها. وهكا بدا يتعلم درس خطير، اللي هو باش يحبوني الناس خاصني يكون شخص اخر. وهنا كيتولد اول قناع، والمشكل مبقاش في داك القناع، حيت بعض المرات كيعتقنا. المشكل هو الثمن، حيت كل قناع لبسناه خلانا نخبيو جزء من حقيقتنا. شي كيخبي الضعف ديالو، وشي الغضب ديالو، وشي احلامه، وشي كيخبي شخصيته كامله باش يبقى مقبول، باش يبقى محبوب، وباش ما يبقاش بوحدو. وهنا كنطرحو السؤال اللي بزاف منا كيسولوه، اللي هو: شنو هي الأقنعة اللي كيلبسوها أغلب الناس؟ وهنا يمكن ندخل 4 ولا 5 د الأقنعة بالتفصيل. قناع قوي، الإنسان اللي عمره ما كيقول أنا محتاج. قناع اللطف، الإنسان اللي كيقول حتى هو باغي يقول لا. قناع الناجح، الإنسان اللي كيجمع الإنجازات باش يهرب من الإحساس بالنقص. قناع الحكيم، الإنسان اللي كيعطي النصائح لكل شيء ولكن عمره ما واجه جراحه. قناع سعيد، الإنسان اللي كيضحك طول الوقت باش ما يبانش الخوف اللي في الداخل ديالو. وأخطر لحظة ماشي ملي كتلبس القناع، أخطر لحظة هي ملي كتنسى أنك لابسو، وكتولي كتعيش الدور وكتدافع عليه وكتخاف تخسرو، حتى كتولي ما عارفش شكون نتا بلا بيه. وكاين واحد الوحدة اللي ما كيهضر عليها حتى واحد، وما كتعالجش بالناس. يمكن تكون وسط 1000 شخص وكلهم كيصفقوا ليك وكيحبوك ويقدروك، ومع ذلك كتحس بالفراغ. علاش؟ حيت اللي كتحب هو القناع، اما انت الحقيقي باقي مخبي. وهنا يقدر يجيك واحد السؤال في بالك: واش كاين شي واحد كيحبني كما انا؟ هذا يمكن يكون من اعمق الاسئله النفسيه،
حيت بزاف ديال الناس مكيخافوش من الوحدة، وإنما كيخافوا من الانكشاف، كيخافوا يوريو حقيقتهم وما يتحبوش. داكشي علاش كيبقاو لابسين الأقنعة سنين وعقود وأحيانا حياة كاملة. والبداية الحقيقية ديال التحرر ماشي أنك تحطم كاع الأقنعة دقة وحدة. التحرر كيبدا ملي كتولي واعي بها، ملي كتقول هذا ماشي أنا، هذا غير واحد الدور من الأدوار اللي تعلمت نلعبهم. ومن ثم كتبدا رحلة الرجوع نحو الذات. يمكن أصعب سؤال ماشي شكون كيبان للناس، أصعب سؤال هو شكون انت من غير كاع داكشي اللي حاولتي تكون باش يرضاو عليك. يمكن الجواب ما غتلقاهش اليوم ولا غدا، ولكن ملي تبدا تقلب عليه بصدق كتكون بالفعل بديتي ترجع لراسك. يمكن دابا عرفنا بلي بزاف ديال الشخصيات اللي كنعيشو بها ما هي الا اقنعه تعلمنا نلبسوها باش نحميو راسنا، باش ما نتألموش، باش نتقبلو، باش ما نبقاوش بوحدنا. ولكن كل قناع عنده سبب، وكل سبب عنده جرح، كل جرح عنده خوف. والخوف اللي كيحرك اغلب الاقنعة يمكن هو اخطر خوف كيعيش الانسان. الخوف من الرفض، الخوف من انك تكون على حقيقتك وما يتقبلك حتى واحد، الخوف من انك تقول لا فيبعدوا عليك الناس، الخوف من انك تعبر على رأيك ويحكموا عليك. ومن شدة هذا الخوف كنوليو مستعدين نضيع راسنا غير باش ما نحسوش بديك الكلمة القديمة انت غير مرغوب فيك. ولكن منين جا هاد الخوف؟ وعلاش كلمة واحدة من شخص تقدر تخلي فينا جرح اللي كيدوم سنين طويلة ويمكن ما كيبراش كاع؟ واش الرفض كيجرحنا اليوم ولا كيفيق جرح قديم كان ناعس فينا؟ هذا هو السؤال اللي غنغوصو فيه في الحلقة الجاية. الخوف من الرفض، السجن الأبدي اللي صاق حياة ملايين بلا ما يحسوا. إلا كنتي كتظن أن الرفض كيبدا من برا فغتغير رأيك من بعد الحلقة الجاية. وحتى نتلاقاو في الرحلة الجاية ما تكتفيش بأنك تعيش حياتك، وإنما حاول تفهمها. وحتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا. سلام، نتلاقاو في الفيديو